كشفت تقارير صحفية يوم الجمعة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد مجموعة جوائز المسابقة في المرحلة الأولى التي تنطلق في غشت 2023 والتي ستعرف مشاركة فريق الوداد الرياضي. وحسب ما ذكر موقع يلا كورة المصري فإن مجموع جوائز المسابقة يبلغ 25 مليون دولار، على أن تصل بعد 4 سنوات من انطلاق المسابقة إلى 4 أضعاف المبلغ، أي ما يعادل 100 مليون دولار. وأضاف ذات المصدر أن الجوائز المالية الخاصة بالمسابقة ستعرف زيادة بعد ارتفاع عدد الأندية المشاركة من 8 أندية إلى 16 ثم 24 نادي مستقبلا. وأشار ذات المصدر إلى أن الفائز بلقب 6 ملايين دولار سيفوز ب6 ملايين دولار، مشددا في نفس الوقت على أن الأندية المشاركة في المسابقة لن تتحمل مصاريف الإقامة والتنقلات ورحلات الطيران طيلة المسابقة. يذكر أن 8 أندية فقط هي التي ستشارك في النسخة الأولى من المسابقة، وسيتم تقسيمها على مجموعتين.